يلا بينا نحضر ماتش الاهلي وبيراميدز، وارجوك كمل الفيديو للاخر لان في حاجات اعتقد مفيش كاميرا في مصر جابتها. نصيحتين عايز اقولهم لك، الاولى دلوقتي والتانيه برضو في اخر الفيديو. اوعى اوعى تلعب مع الاهلي جيم بره الملعب. اول حاجه واحنا داخلين قابلنا الراجل السعودي الجميل ده اللي طلع صاحب عبد الشافي ايام ما كان بيلعب في السعوديه، وعارف تفاصيل دقيقه جدا عن جمهور الاهلي، وجاي مخصوص عشان يتفرج على جمهور الاهلي. انا كنت اهلاوي حلو. ايام هذه خشبه وسمير كمون والجيل القديم ده جميل. الين ما تعرفت على قمر مصر اه اللي هو محمد عبد الشافي. الادم ده عشت معاه 4 سنوات. ده في السعوديه. إيه، كان معايا كل يوم. ده صاحبك بقى؟ صاحبي مره. ماشي. حببني في الزمالك. جميل. حبيت الزمالك. فجاي تشجع بيراميدز؟ لا ماني جاي اشجع أمال مرة. إيه انا بقى؟ جاي اشوف التراس الاهلي. انت هتتبسط. ايه اكيد هتتبسط. وجاي عشان في واحده توفت. جميل. وانا ما اعرفها في الاهلي اللي هي اسمها نورهان ونرجس. ده انت مش مذاكر اكتر مني. ايه فانا حزنت عليها قوي. وجيت سلمت بروح اسلم على اهلها. جيت مصر. الله عليك. وجاي اشوف جمهور الاهلي بس. وصلنا الملعب ودخلت الكرة في العربية الجميلة دي عشان تبدأ معاها ضربة بداية المعركة. جمهور الأهلي ما استناش، ومن الدقيقة 4 بعت مسج لإدارة بيراميدز اللي هيبقى ليها قصة معانا على مدار ال 90 دقيقة، وقال لهم الخوف بداخلهم لن ينتهي طالما الخصم هو الأهلي. أول 10 15 دقيقة بدأ جمهور الأهلي يدخل لمدرجات الدرجة الثانية، ولكن اتفاجئنا كلنا إنهم بدأوا يخرجوهم تاني، ومعرفش ليه بصراحة. طالما الناس دخلت ووصلت لهنا كنت سيبهم عاملين منظر على الأقل على المدرجات الفاضية. وهنا الكرة بتاعت كريم فؤاد اللي وقعت قلب كل جمهور الاهلي، ولاعيبه بيراميدز كانت بتضغط على الحكم عشان يشوف الفار ويحسب ضربه جزاء، ولكن الحكم راح بص للفار وما حسبش حاجه. ويجي الفدائي اسامه ابو علي ويسجل الاول للاهلي عشان يقلب المدرجات والمقصوره الرئيسيه، خصوصا مجلس اداره النادي الاهلي. وللماتش التاني على التوالي الاقي جمهور كتير جدا لبيراميدز ما شاء الله. هرجع بس فلاش باك سريع كده قبل الماتش وانا داخل، الناس دي كلها كانت ملمومه على واحد بيتخانقوا معاه عشان كان قايل لهم هيديهم تذاكر وحاجات تانية، بس تقريبا ما جابش. رمضان صبحي طول الماتش كان بيعمل حركه غريبه جدا، كل شويه يسيب الملعب ويخرج ويرجع تاني، يسيب الملعب ويخرج ويرجع تاني، ما اعرفش كان بيروح الحمام ولا بيعمل ايه. اما مجلس اداره الاهلي بقى بيعامل معامله النجوم، خصوصا خالد مرتجي والموقف اللي حصل معاه قبل الماتش، وده اللي بعدها على طول اكده جمهور الاهلي من المسج اللي اترفعت اللي هي الاداره لا تخذل الجمهور مهما كانت الامور. عندك بقى 2 لعيبه بقوا بيعاملوا معامله خاصه جدا، وهم قفشه وحسين الشحات، سواء حسين الشحات خارج من الملعب او قفشه نازل الملعب، خصوصا في ماتشات بيراميدز. وهنا الدخله الغشيمه اللي دخلها الشيبي في الشحات، يعني الشيبي سايب مكانه وسايب الجنب اليمين وسايب حياته وسايب دنيته ورايح يدخل الدخله دي مخصوص في الشحات، وده اللي ياكد وجهه نظر مدرب بيراميدز اللي ما لعبش الشيبي الماتش اللي فات اساسي والناس كلها هجمته. لا الراجل كان معاه حق، والشيبي فعلا الموضوع شكله. طبعا الحكم رجع للفار وشاف الكوره وطلع الكارت الاحمر للشيبي. ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز وصاحب النوش اللي حصل الفتره الاخيره على التذاكر، اول ما كره الشيبي حصلت راح سايب الملعب وقال لك ما بديهاش وراح ماشي. الشيبي طبعا وهو خارج مش لازم اقول لك ايه اللي حصل، شوف واسمع بودنك بنفسك. دي الكرة اللي كانت في اخر الماتش، والشناوي كان طالع وسايب الجون فاضي، وكهربا المفروض كان يستغلها، بس كالعاده يعني كهربا لازم يديك حته كده من على طرف الملعب. عايز برضه اوريك مجلس اداره الاهلي اللي بيتحكم في اكبر منظومه رياضيه في افريقيا كلها واقفين عاملين ازاي في اخر كام دقيقه. شوف كم التوتر اللي هم كانوا فيه. لعيبه بيراميدز كانت بتضغط على الحكم في اخر الماتش، لكن ما جاش معاه الكلام ده وصفر بعدها عشان تبدا الاحتفالات. فاكر انها خلصت؟ لا لسه ما خلصتش حتى وهم خارجين من المدرجات.
نصيحه اخيره حابب اقولها لك، اوعى تلعب مع الاهلي جيم بره الملعب عشان هيحصل فيك زي ما حصل النهارده. وبس كده.